بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل الجلاش بطريقة سهلة جدا، ولا تورقي ولا تمسحي بالسمنة ولا تلفي الكلام ده كله. خلاص يا جماعة، بقت في حاجات كده بتسهل علينا الصيام وتعبانين، فنستسهل ونشوف الطرق السهلة كده، وفي النهاية بتديكي نتيجة حلوة. تمام. قبل ما نبتدي إن شاء الله بفكركم بالاشتراك في القناة واللايك وكده. تمام. هنا رشة جوز الهند ورشة زبيب، حابة تحطي حبة، مش حابة خلاص. انا سقيته بالشربات، وهقول لكم دلوقتي شربات الجلاش بيبقى تقيل شوية وبارد او دافي، يعني مايل للدافي. تمام. الجلاش طبعا بيبقى طالع من الفرن سخن جدا، وبنحط عليه بنسقيه بالشربات اللي هو بارد او مش بارد من التلاجة، يعني بارد دافي. احنا اول حاجة هنبتدي بيها هنعمل الشربات. كوباية مية وكوباية سكر وعصرة ليمون، ونسيبه يغلي شوية كده حوالي 7 8 دقايق بعد الغليان، لحد ما نحس ان قوامه تقل شوية. حابة تزودي الشربات عن كده، لو حابة تسقيه اكتر حطي كوباية ونص وكوباية ونص. تمام. وعصرة الليمون، وهنرفعه على النار. اهو انا اكتفيت بكوباية وكوباية لان كان عندي شربات في التلاجة، فقلت لو عوزت هاخد منه يعني. لحد كده كويس قوي. هنحطه نرفعه على النار. هنا بقول لكم عصرة ليمون لحد ما بعد جبت، لاني اكتشفت ان مفيش ليمون. تمام. هقول لكم طريقة حلوة بتنفع قوي مع لفات الجلاش اللي هي اتكسرت او اتهرت في الفريزر، او انتي اوريدي جايباها تعبانة يعني متكسرة. هنا هنبتدي ندهن الصينية الاول من تحت. دي سمنة انا سيحتها، اي كمية يعني اللي هيتبقى مش هيخسر. تطبخي بيه او تعملي بيه اي حلويات تانية. ادي معانا هي لفة الجلاش، انا فكاها وحطها على كيس عشان الفتافيت. تمام. زي ما هي كده يا جماعة، احنا بس هنعدل البرمة بتاعتها. هنلفها كده على بعضها. معظم الحلوانية بيعملوا الحركة دي على فكرة في الحلويات الشرقية، بس بتبقى منسقة بقى كده، لان الجلاش ما بيبقاش مقطع. هنا انا اكتشفت انها هيبقى تخينة جدا، فانا هقسم اللفة على جزئين، بدل ما تبقى معانا تخينة كده وتبقى ناشفة تحت السنان. تمام. هعملها على جزئين. نفس فكرة الحلويات الشرقية، الحلوانية بيقعدوا يعملوا الحركات دي كده برضو. تمام. انا هبرمها هي ورا بعض، مش هبرمها بقى ان انا اكتمها يعني، لا هبرمها ان هي الفها ارولها بمعنى اصح، يعني مش عايزاها مقفولة مكتومة. وهنبتدي نقطعها بسكينة حامية. تمام. لازم سكينة حامية يا جماعة، عشان ايه؟ هي بتبقى مفتفتة، فمش عايزين نكمل عليها اكتر يعني. تمام. ايه، هنظبطها زي ما قلت لكم، هي مفتفتة. هي لو طازة وكمان ما تنسوش ان التلاجة بتنشفها شوية، وانها تتعرض للهواء بتنشف شوية. لكن هي لو جاية لسه من السوبر ماركت وهتعملي الحركة دي، هتبقى ماسكة في بعضها وحلوة يعني. وزي ما قلنا احنا بنسهل على نفسنا، وفي نفس الوقت حلويات شرقية، الحاجات اللي بنحبها قوي في رمضان دي، جنب الكنافة والقطايف والحاجات دي كلها. تمام. اهو نفس الشكل ده هنكمل. التانية برضو هنلفها بنفس الطريقة، وبكده يبقى انا عملت ايه يعني، مليت الصينية وفي نفس الوقت ما خليتهاش كبيرة قوي وتبقى ناشفة يعني. اللي بيتفتفت بره ده نتخلص منه، مش مشكلة يعني. وهنقطع برضو بنفس الطريقة، يا ريت سكينة حامية. زي ما قلت لكم قبل كده، انا بخاف اسن السكاكين بتاعتي، علشان دايما بتعور منها. منين ما اسن السكاكين او ان انا اشتري سكينة جديدة لازم اتعور منها. بس اعمليها قبل الفطار علشان تلحق تشرب الشربات بتاعها وتبرد بعد الفطار على طول ان شاء الله. زي القطايف، الناس بتحب القطايف بعد الفطار على طول.
وهقول لك معلومة حلوة كده، لو انت بتحبي الحلويات وبتخافي يعني منها، كليها ورا الفطار على طول، او ورا الوجبة الأساسية على طول. هيبقى امتصاص السكر اقل وابطأ من انك تاكليها على معدة فاضية. تمام. دي معلومة على الماشي يا جماعة من دكاترة. مش بفتي. حلو كده. اهو نكمل الباقي. وفاضل الحتة اللي قدامنا دي برضو هنرولها. المهم هنملى الصينية دي صغيرة جدا يا جماعة. ولفة الجلاش دي انا كنت واخدة منها قبل كده. في الوقت ده انا مولعة الفرن على 200، بسخنه على 200. تمام. ممكن تخليه على 180، ممكن لو ما عندكيش تايمر تحطيه على درجة متوسطة. ومولعة معاه المروحة. ما عندكيش مروحة، انتي لفي الصينية كل شوية بايديكي كده لحد ما تحسي انها احمرت من الجوانب كلها. دي زي ما قلت لكم انا كنت واخدة منها قبل كده. فاكرين عملت لكم الجلاش بالعجوة؟ طلع رهيب يا جماعة، موجود برضو معانا في القناة هنا. يلا يا جماعة افكركم بالاشتراك واللايك. ولو حابين تبصوا على الجلاش بالعجوة، طلع حلو جدا على فكرة، موجود معاكم هنا في القناة برضو. دي بقى ايه، هنسقسقها بالسمنة كده كلها. يبقى كده احنا ولا ورقنا ولا حاجة، وقطعناها وهتشرب السمنة وهتطلع جميلة برضو. احنا دهنا الصينية سمنة، وهنسقسقها كده واحدة واحدة بالسمنة. مش هندلق عليها، لان لو دلقنا عليها مش كلها هتشرب السمنة. تمام. بفرشة كده، ما عندكيش فرشة بمعلقة. وهندخلها على درجة حرارة 180-200 حسب الفرن بتاعك. ونبص عليها كل شوية، طبعا احمرت من جنب نلفها الجنب التاني. جربوها يا جماعة، طلعت حلوة جدا، كأنك بتاكلي حلويات شرقية جايباها من عند الحلواني. اهي بصوا لونها لوحدها ويشهي يعني. واخدة لون حلو من تحت ولون حلو من فوق. وادي الشربات اهو. انا زودت شوية من عندي لان لقيت كوباية وكوباية قليلين. فانا اوريدي كان عندي في التلاجة شربات وانا محتاجاها باردة، يعني مش محتاجاها سخنة. تمام. وتقيل زي ما انتوا شايفين اهو. مش تقيل اللي هو تقيل جدا يعني، بس اللي هو متوسط. وهي سخنة هتشربه على طول. هنسقي كده واحدة واحدة. ما نعتمدش ان احنا ندلق عليه برضو، لان ممكن الشربات ما يوصلهاش، واحنا مش حاطين سكر ولا حاطين اي حشوة. فهو الاعتماد الحلو اللي يعني هنعتمد بس على الشربات في انه يحليها. هو ده الاعتماد الوحيد بقى ان في الحلاوة بتاعتها. مفيش حشوة، مفيش اي حاجة. هي سمنة وشربات وخلاص كده. مش حابة تضيفي حاجة عليها ما تضيفيش، زي ما ضفنا كده في اول الفيديو. تمام. هنسيبها شوية بس تهدى كده. ونحطها في طبق التقديم اهو. ايه رأيكم؟ شكلها بيشهي صح؟ اللهم اني صايمة. شكلها حلو جدا. وطلعت طعمها حلو جدا على فكرة، وشاربة الشربات بتاعها. حابة تسيبيها اكتر في الشربات سيبيها. انا طلعتها من الصينية بس علشان اوريكم الفينش الاخير بتاعها. عندك زي ما قلتلك فستق مطحون رشي عليه. لوز مطحون، اي حاجة مطحونة، حابة ترشي رشي، مش حابة بلاش. انا حطيت شوية زبيب كده، انا بحب الزبيب مع الحاجات دي. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم. جربوها، سهلة جدا. شايفين لا خدت وقت ولا خدت مجهود، ما خدتش اي حاجة. يعني انت ممكن وانت واقفة بتعملي الفطار كده هتعمليها. ايه رأيكم؟ شكرا يا جماعة، وباي باي.